السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب الصف الثالث الإعدادي، الفصل الدراسي الثاني، مرحبا بكم مجددا مع آخر درس نحو في المنهج إن شاء الله، ألا وهو درس اسمه التفضيل. طبعا مشتق من المشتقات اللي طبعا مهمة جدا جدا جدا. تعال نشوف مع بعض ابن العزيز. اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم ارزقنا الحكمة وفصل الخطاب. بسم الله بسم الله بسم الله. ابني، تعريف اسم التفضيل: هو اسم مشتق يدل على أن شيئين اشتركا في صفة واحدة وزاد إحداهما على الأخرى في هذه الصفة. يتكون أسلوب التفضيل من مفضل، اسم تفضيل مفضل عليه. المفضل أقول المجتهد أفضل من الطلاب، أو المجتهد أفضل الطلاب. طبعا آدي المفضل المجتهد، وادي المفضل عليه الطلاب، وادي اسم التفضيل أفضل. يا جماعة، الأم أقرب الناس، الأم مفضل، اسم التفضيل أقرب الناس مفضل عليه. الفعل بتاع أقرب قرب. العلم أهم من المال، العلم مفضل أهم، اسم التفضيل المال اللي هو المفضل عليه، وهم طبعا اللي هو الفعل بتاع أهم. الحرية أغلى من الحياة، حرية مفضل أغلى، اسم التفضيل الحياة مفضل عليه، وطبعا غالى تبقى الفعل من إيه؟ من أغلى. طبعا يا جماعة، لكي نأتي باسم التفضيل لابد وأن يكون له شروط. طبعا شروط مشددة. أولا، أن يكون فعلا ماضيا ثلاثيا يتكون من 3 أحرف مثل حسن. أن يكون تاما فلا يأتي من الأفعال الناقصة كان وأخواتها. أن يكون مثبتا فلا يأتي من الفعل المنفي مثل لم يفهم لم يعدل. أن يكون متصرفا بمعنى يأتي منه المضارع والأمر ليس جامد زي نعم وبئس وعسى وليس. فلا يصاغ منه اسم التفضيل نهائيا. مبنيا للمعلوم فلا يصاغ من المبني المجهول. ما ينفعش أقول شغل فهم. قابلا للتفاوت أي يقبل الزيادة والنقصان. أما الأفعال التي لا تتفاوت ففيها الصفة زي فات مات هلك فني، فلا يأتي منها اسم التفضيل نهائيا. ليس الوصف منه على وزن أفعل الذي مؤنثه فعلاء، ولا يدل على لون أو عيب زي مثلا خضراء أخضر وخضراء، عوراء أعور وعوراء. طبعا لو احنا ركزنا هنشوف اللي هو اسم التفضيل. يا جماعة، إذا فقد شرط، وركز في الملحوظات عشان مهمة، لو فقد شرط من ملخصكم ملخص الأضواء طبعا بيبقى به متفوق إن شاء الله. ما ننساش نشترك في قناتنا، قناة نسر اللغة العربية، زائد تشارك الفيديو، لأن طبعا الفيديو مهم جدا، مشاركته طبعا هتفيد طلاب كتير إن شاء الله. طبعا التفضيل بطريقة غير مباشرة إذا فقد الفعل أحد الشروط أو أكثر بأن كان جامدا لا يأتي منه اسم التفضيل مطلقا، أو إذا كان أكثر من 3 أحرف طبعا لا يأتي إلا بطريق مصدر اللي هو الصريح. لو كان منفيا أو مبنيا للمجهول أو ناقصا فنأتي بالمصدر المؤول. المنفي أقول ألا يترك، المبني نقول أن يكافئ، الناقص أن يكون الكلام المفيد أحق ألا يترك. كده أنا صغت من اسم التفضيل. المجتهد أقدر أن يكافئ، ودي المصدر المؤول. الحق أولى أن يكون برضو المصدر المؤول. لكن تعال نشوف المصدر الصريح مع بعض. ابني العزيز، مصر أكثر اعتمادا على أبنائها. أجيب فعل مساعد اللي هو أكثر، وأجيب المصدر الصريح من اعتمد وأقول أكثر اعتمادا. سبب إن أنا جبته بالمصدر الصريح لأنه زاد على 3 أحرف. طيب لو زرق لأنه دل على لون، وقلنا نقول البحر أشد زرقة من النهر أو من السماء. بعد كده لو حبيت لا يكذب أقول المؤمن أولى ألا يكذب. وطبعا الفعل منفي. الحق أفضل ما قيل لأنه طبعا مبني للمجهول. المجتهد أقدر أن يصبح نافعا، وطبعا يصبح طبعا فعل إيه يا حبيبي؟ فعل ناقص. بنتي العزيزة
حاجات في غاية الأهمية يا جماعة. خير وشر وحب، طبعا الصدق خير من الكذب فالقياس أخير، ولكن لو لقيت خير دي اسم تفضيل. مهمة 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 تاخدها من مصر اللغة العربية. كمان وحب شيء للإنسان ما منع، حب برضه أحب. قد يتأخر المفضل عن المفضل عليه فنقول محمد أكرم الرجال وأكرم الرجال محمدا. اسم التفضيل يذكر ويؤنث ويفرد ويثنى ويجمع ويعرب حسب موقعه في الجملة. يعرب حسب موقعه في يا ابني في الجملة. طبعا أرجوك خد دي لقطة شاشة لأن طبعا فيها بعض الملاحظات المهمة جدا جدا جدا. زي ما أنت شايف الصفحة هكذا. ابني طالب الصف الثالث الاعدادي، بصوا معايا حاجات مهمه جدا 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 في اسم التفضيل وركز ربنا يبارك فيك. لو الفعل مبني للمجهول ناتي بالمصدر المؤول. حضرتك تخلي بالك المصدر المؤول اللي هو ما الفعل الماضي او انو الفعل المضارع، ودي ما قدرتش اشرحها لك في الملخص فانت تاخدها وتركز معايا. قيل اقول الحق افضل ما قيل، مهمه جدا جدا. كده انا جبت اسم التفضيل من الفعل المبني المجهول. طب لو كان ماضي، طب لو كان مضارع احط انو الفعل المضارع، اقول الحق والفعل المساعد احق اهو، الحق احق ان يتبع. يبقى تاني اجيب الفعل المساعد واجيب منه اسم التفضيل يبقى فضل وافضل. حق احق. لو ماضي اجيب المصدر الماضي بتاعه ما هو الفعل الماضي معايا. طب لو كان مضارع انو الفعل المضارع. اتفقنا؟ خلاص خلصنا من المبني المجهول. نخش لو الفعل ناقص يعني من اخوات كان. عارف اخوات كان ولا لا؟ افكرك بيها لكن تاخدها السنه ان شاء الله في شهر 9 الجاي ده في المدرسه في اولى ثانوي. مقرر كان واخواتها كان اصبح اضحى امسى بات صار ليس. طبعا فيما زال فيما دام ما برح من فك ما فتح. بتعمل ايه؟ بترفع المبتدا وتسمى اسمها وتنصب الخبر وتسمى خبرها. خدت إن واخواتها إن أن لكن كأن لعل ليت، تنصب المبتدا وترفع الخبر. خدت ظن واخواتها ظن وحسب وزعم وخال، علم وجد رأى ضرع، جعل حول غير سير، كلها أفعال بتنصب المبتدا وتنصب الخبر. بس طبعا بيبقى مفعول به أول ومفعول به ثاني. أصبح طبعا عاوزين نخليها في أسلوب تفضيل هجيب النصب مصدر الاول واجيب فعل زي قدر واجيب منه ايه؟ اسم التفضيل. يقول المجتهد اقدر ان يصبح نافعا. كان المعلم اهم ما يكون حارسا على العلم. طب لو كان الفعل دل على لون ناتي بالمصدر الصريح. المصدر الصريح حضرتك انت لسه وحضرتك يا بنتي لسه ما خدتوش، بس تبقى عارف مصدر صريح يعني اللي هو بيجي من ماخوذ من لفظ الفعل اللي هو المفعول المطلق اللي انت خدته بيه. زرقاء زرقة، حمراء حمرة، البحر أشد زرقة من النهر، الورد أعلى حمرة من القلب. معايا؟ ما يا وركز معايا ما يا. ملاحظات هامة نركز فيها جدا. واحد، قد يتأخر المفضل عن المفضل في عليه، فنقول ممكن أقول محمد أكرم الرجال وممكن أقول أكرم الرجال محمد. طبعا صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. بعد كده نمرة خير وشر وحب اسم تفضيل حذفت منه الالف على غير القياس. المفروض بدل ما اقول خير والاخر وشر اشهر وحب احب، لكن طبعا بتيجي على غير القياس. فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. الله اسم الجلاله مبتدا مرفوع بالضمه وخير خبر مرفوع بالضمه. وطبعا بيجي على اسم التفضيل نكره منصوب يعرف ايه؟ تمييز ملحوظ. برافو عليك يا بنت برافو عليك ايه؟ تمييز ملحوظ منصوب بالفتحه. شاطر يا ابني الولد البدر ده ممتاز ممتاز يا بدر. بعد كده طبعا وهو مستمر مبني في محل رفع مبتدا ارحم خبر الراحمين مضاف اليه. تضحك ليه يا بدر؟ ركز شويه. بعد كده الصدق مبتدا مرفوع بالضمه، خير خبر من الشر جار ومجرور، وحب شيء للانسان ما منع. طبعا الانسان الممنوع مرغوب. يعني باباك يقول لك ما تاكلش حلويات كتير تبقى هتموت في الحلويات. معايا؟ ما تاكلش مثلا مخللات كتير واملاح برضه تموت في الاكل في الايه؟ المخللات. وطبعا شم النسيم جاي وبتاع وانت طبعا بتموت في الفسيخ والرنجه والحاجات دي، ما تكترش منها. بعد كده
اسم التفضيل يذكر ويؤنث ويفرد ويثنى ويجمع. أفضل فضلة، أفضلان فضليان، أفاضل فضليان. يجوز أن نأتي من الفعل المستوفي الشروط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. يعني علم ده ممكن أقول أعلم اسم تفضيل، ممكن أقول أكثر يعني. حرص ده ممكن أقول أحرص، موفر في التسع شروط، ممكن أقول أكثر إيه؟ حرصا. قد يجوز حذف المفضل عليه ونقول المجتهد هو الأعظم، هنا المفضل عليه يا جماعة محذوف. طبعا اسم التفضيل مهم جدا، لأن طبعا مقرر عليك إن شاء الله في الثانوية العامة، فأنت تتأسس فيه من دلوقتي. حبيبي ابني ربنا يبارك فيك، ما تنساش تشترك في قناة مستر اللغة العربية، قناة مستر محمد سمير، واشوفكم على خير، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.